بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذا الفيديو سنحل أكبر مشكلة في الرياضيات، حيث أنه هناك من يدرس الرياضيات جيدا ويحصل على علامات جيدة في الابتدائي، وعندما يصل إلى الثانوي إعدادي أو الإعدادي يصعب عليه فهم درس مهم جدا، إنه درس الأعداد السالبة، حيث أنه في الابتدائي كنا نتحدث على على أعداد ألعاب أعداد موجبة، الأعداد الموجبة، وهي أعداد منطقية وتستخدم في حياتنا اليومية، ولذلك فإنها سهلة جدا للفهم. فمثلا عندما نقول 5، العنوان الدرس أولا الأعداد السالبة. حسنا، فعندما نتحدث عن 5 مثلا ناقص 4 فالجواب هو 1، وهذا منطقي جدا، لأن 5 تفاحات أنقص منها 4 يساوي 1. هذا ممكن ويفهمه العقل بالنسبة في حياتنا اليومية، ولكن 4 ناقص 5 غير ممكن، وكنا نجيب على مثل هذه العملية بهذا الجواب بغير ممكن. الآن هذه الطريقة التي ستجعلكم تفهموا هذه المعضلة، وإن شاء الله ستكونون الأوائل في الرياضيات إن شاء الله. ونرجو من الذين أعجبتهم هذه الطريقة أن يعبروا عن ذلك بالضغط على زر لايك أو جيم. لا أحصل منها على أي شيء إلا أنها ترفع من معنويتي، وأعرف أن طريقتي صحيحة، لأنني كنت أريد تقييم هذه الطريقة وجربتها مع أختي وجربتها مع العائلة، وكلهم فهموا والحمد لله. وأريد أن أنظر ما إذا كان العالم سيفهمها، إذن العالم العربي بالتأكيد. حسنا، سنبدأ بالطريقة لكي لا أطيل عليكم، لأن هناك من لا يطيق الانتظار ويريد الحصول على المعلومة بسرعة. حسنا، هناك عالمين، سأستخدم المستقيم المدرج فقط للتخطيط ولن نستعمله في العمليات، فهناك طريقة أسهل من المستقيم المدرج، لكن المستقيم المدرج يفصل بين عالمين: 1 2 3 4 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. عذرا للمغاربة، لكن هذا الفيديو سأضعه باللغة العربية الفصحى لكي يفهمه الجميع. كنت أود أن أضعه بالدارجة، لكن لكي يصل إلى العالم العربي أريد أن أوضح هذا باللغة العربية الفصحى. حسنا، هذا العالم سأسميه العالم الموجب، وهذا العالم سأسميه بالعالم السالب. حسنا، العالم الموجب والعالم السالب. كنا في العالم الموجب نحل العمليات بدون أي مشكل، فهو عالم منطقي، لكننا الآن قد تحولنا للحديث عن العالم السالب والعالم الموجب والآن سنرى العمليات على الأعداد الموجبة والسالبة، يعني الأعداد السالبة. حسنا، عندما نكون في العالم الموجب، حسنا مثلا 5 زائد 4، هذه عملية جمع بسيطة، حيث أن إشارة العدد 5 هي زائد، إلا أنه مخفي. لماذا لا نضع زائد هنا؟ لأننا لسنا بحاجة لوضع زائد هنا. بالاتفاق
قررنا ألا نضع زائد هنا في أول العملية، لأنه شيء متفق عليه. واتفقنا أيضا أنه إذا أردنا الإشارة إلى عدد سالب فما نفعله هو وضع الإشارة ناقص. حسنا، هذه عملية منطقية. 5 تفاحات زائد 4 تفاحات تساوي 9 تفاحات. إذن عملية في عالم زائد سهلة للغاية. سنتحول إلى عالم ناقص، نفس العملية، هذه العملية بنفسها، لكن في عالم السالب. حسنا، ناقص 5 ناقص 4. نحن الآن في العالم السالب. لماذا؟ لأن إشارة الأعداد كلها سالبة، لأن كل عدد يتمشى مع إشارته. مثلا 4 يتمشى مع إشارته، و5 يتمشى مع إشارته. ولذلك يمكننا أن نعمل عملية أخرى، عملية تبادلية. فهذه العملية كما أن هذه العملية الأولى تساوي 4 زائد 5، بدلنا المناطق الوضعيات للأرقام، فبدل أن يكون 5 زائد 4 تحولت إلى 4 زائد 5. وهنا أيضا يمكننا أن نضع زائد ل4، إلا أنه زائد مخفي. ولكن نحن مجبور إذا كنا نريد أن إشارة إلى 4 كأنه عدد سالب أن نضع العلامة ناقصة وراءها. أيضا هنا إذا أردنا أن نسبق العدد ناقص في العملية فيجب عليه أن يذهب مع إشارته ناقص 4 ناقص 5. ومن المفترض عندما نريد أن نضع عددا سالبا بجانب إشارة أو رمز آخر، هنا لدينا تساوي إذن وناقص. لكي لا يختلط لنا الأمر بالنسبة لناقص نضع الأربعة بين قوسين. حسنا، إن كان الرمز هنا زائد أو ناقص آخر، تخيل لو كان الرمز هنا هو ناقص 4، كان يمكن أن ننظر إلى هذا لو كانوا قريبين كأنه علامة ناقص واحدة. وعندما تقرأ بسرعة فيمكنك أن تعتبرها، لأن الدماغ عند القراءة السريعة يعتبر أي شيء متقارب بأنه متماسك، ويمكننا أن نعتبره ناقص. لذلك يجدر الإشارة إلى بين قوسين. هكذا يمكننا أن نتغلب على ذلك المشكل. إذن هنا عملية تبادلية والإشارات مقلوبة. حسنا، الآن نحن في العالم السالب. إذن عندما نكون في العالم الموجب فهو 9 والإشارة هي علامة زائد. نفس الشيء عندما نكون في العالم السالب، الجواب دائما هو 9، يعني مقابل العملية الأولى، إلا أن الإشارة ناقص. نقول أن 9 مقابل العدد 9، ناقص 9 مقابل العدد زائد 9. إذن الفرق بين عملية تحتوي على زائد في كلا العددين وعملية أخرى تحتوي على ناقص في كلا العددين هي الإشارة وليست النتيجة، فقط الإشارة. انظروا الآن، إنها عملية زائد وقد أعطت لنا 9. لماذا؟ لأن العددين موجبين، وهنا النتيجة ناقص لكن العددين سالبين، ولذلك تعطينا ناقص 9 وهنا زائد 9. إذن لننتقل إلى العالمين معا. عندما نخلط العالمين معا هنا شيء سهل، فقط نجمع 5 زائد 4 هي 9. وبما أن الإشارة نفسها لدى العددين فإن الإشارة سالبة. لا تفكر أبدا عندما تكون الإشارة نفسها بين العددين فإشارة الناتج هي إشارة العددين.
حسنا، عندما يختلط العالمان، هكذا سيكون أفضل في حفظ هذه القواعد. عندما نختلط في العالمان، يختلط عالم ناقص أو زائد. ماذا نقصد بهذا؟ عندما تكون لدينا 5 ناقص 4، هذه هي الحالة الأولى. ماذا قلنا؟ عندما هناك عمليات ممكنة عند الطرح، وهناك عمليات غير ممكنة عند الطرح. فهذه العمليات التي وضعت هنا هي عمليات مختلطة بين العالمين، لأن أحد العددين موجب والآخر سالب، وبالتالي هناك خلط في العالمين. إذن نستنتج أنه عندما يكون هناك خلط في العالمين فهناك احتمالين، حالتين، يمكن أن تكون النتيجة ممكنة أو غير ممكنة. عندما تكون النتيجة ممكنة، عندما تحلل ذلك بعقلك، يعني عندما نرى أن 5 تفاحات ننقص منها 4 شيء معقول، فإنه ممكن، فإن إشارة الناتج دائما هي زائد. وعندما تكون العملية غير ممكنة، أي عندما نرى أن العدد 4 تفاحات انقص منها 5 شيء غير ممكن، كيف لدي أنا 4 تفاحات وسأنقص منها 5؟ ليست لدي 5 تفاحات لكي أنقص منها 5، بل لدي 4. لو عندي 5 فما فوق فإن العملية ممكنة، وبالتالي فإنها غير ممكنة. وعندما تكون غير ممكنة فالنتيجة دائما سالبة. هذه هي القواعد السهلة لحفظ هذا. يعني عندما نعمل في عالم الموجب لوحده فالإشارة زائد، عندما نعمل في العالم السالب